بيكم في قناة الكابتن منوعات، والنهارده بنلتقي مع الأستاذة الإعلامية دينا الطواب، مقدمة لبرنامج بكرة أحلى مع دينا على قناة مصر الحياة الفضائية. دينا عاملة مبادرة فريدة من نوعها، لأنها لأول مرة بتحصل على أرض بلبيس. اجتهدت مشكورة، عملت مبادرة باسم بكرة أحلى بيكم لتشغيل الشباب لقرى مركز القرى اللي تابعه لمركز بلبيس بمركز بلبيس. حاجه جميله جدا، بدات تجتهد، تعبت جدا على ما وصلت لتنفيذ وتحقيق المبادره على ارض الواقع. وان شاء الله المبادره ديت هتكون يوم السبت الموافق 29/2/2020 بقاعه ليلتي في مركز بلبيس. وطبعا المبادره ديت تحت رعايه وزاره القوى العامله. هنتكلم مع الاستاذه دينا ونقول لها مرحب استاذه دينا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورانا يا فندم. ربنا يعزك، انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده. ربنا يعز حضرتك يا فندم. بس كنا عاوزين نسال يا فندم، الناس عاوزه تعرف ايه حقيقه الموضوع بتاع المبادره والملتقى الوظيفي دوت، وايه المجهودات اللي سعادتك عملتيها علشان نحقق فعلا المبادره دي على ارض الواقع وتبقى موجوده هنا. طبعا في البدايه انا بشكر حضراتكم على اهتمامكم ان توصلوا الحقيقه للساده المشاهدين، وان انتم تبرزوا الدور اللي احنا بنقوم بيه. احنا كل اللي عملناه انا طبعا وجوزي الاستاذ كمال ان احنا تواصلنا مع وزاره القوى العامه في البدايه ان المبادره دي او كل الشغل ان شاء الله اللي هيقيم على ارض بلبيس او الملتقى التوظيفي اللي هيقام على ارض بلبيس هو تحت رعايه وزاره القوى العامله. يعني وزاره القوى العامله هي اللي مسؤوله عنه مسؤوليه كامله. تمام. احنا دورنا ان احنا تواصلنا مع الوزاره، مشينا خطواتنا قانوني ورسمي. وصلنا مع المستشار المسؤول عن التوظيف بخطاب، يمكن ده صوره من الخطاب. تمام. موجه لسياده الوزير. اظهر لنا يا ريت، يظهر لنا الخطاب. احنا بقالنا شهور شغالين على الموضوع ده. بعتنا الخطاب ده ودي كانت صوره منه لسياده الوزير طبعا والمكتبه، فتم توجيهنا لمسؤول قطاع التشغيل وهو الاستاذ جمال مرسي. انا كل الشغل ده عملته وانا ما اعلنتش عنه. ليه؟ لان انا في عادتي ان انا ما بحبش ان انا اعلن عن حاجه غير لما بتكون كده يعني بالفطره في ايدي. خلاص انتهت منها، اتاكدت انها بقت خلاص. اتاكدت انها فعلا في ايدي. تمام. استاذ جمال مرسي مشكورا رئيس قطاع التشغيل بوزاره القوى العامله شرفنا هنا، وكان في مجلس المدينه بحضور نائب رئيس مجلس المدينه الباشمهندس محمد عبد الوهاب، لان كان اللواء سامي علام رئيس مجلس المدينه في عمره. تمام. فاستضفنا في مكتبه المهندس محمد عبد الوهاب، وكان طبعا بحضور الاستاذ سيد مهدي، الاستاذ ايهاب همام، كل الساده الموجودين في مجلس المدينه. وبناء عليه اتحركنا على اننا نوفر مكان لاقامه الملتقى. عرضوا علينا معظم القاعات اللي موجوده في بلبيس، لكن تم اختيار قاعه ليلتي علشان تامين مداخل ومخارج سياده الوزير ومعالي المحافظ. اتاكدنا خلاص ان تبقت الموافقه على قاعه ليلتي نقام فيها الملتقى، توجهنا الى المحافظه. تمام. طبعا برضو بخطاب زي ده بس موجه لمعالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. تمام. نعرفه ان في حاجه هتقام في بلده، حاجه تمام. هتقام على ارضه. بالظبط. سياده الوزير طبعا دكتور ممدوح غراب مشكورا بلغ اداره مكتبه ان هم ييسروا لنا كل حاجه في بلبيس، على ان دي خدمه وعمل. استقبلنا في مكتبه. واستقبلنا في مكتبه. المشاهد مش هيعرف. احنا طبعا قابلنا معالي المحافظ في مكتبه. تمام. تمام. من الساعه 3 ل 4:30. تمام. ما انا قلت استقبلنا في مكتبه مشكورا. وكان معاه اداره المكتب. تمام. حتى وجههم ان هم ييسروا كل حاجه في ارض بلبيس، لان دي خدمه لاهالي بلبيس، ونوه ان ممكن تكون خدمه لاهالي الشرقيه. وبناء عليه تم التحرك في الشرقيه كلها، واحنا وصلنا كمان يعني اتصالات ورسائل من كل محافظات الجمهوريه. انا جالي اتصالات من المنيا، جالي اتصالات من المنوفيه، جالي اتصالات من محافظات الدقهليه، القليوبيه. يا جماعه طب انتوا هتقدروا تيجوا الشرقيه؟ قولوا لو في شغل فعلا هنيجي، احنا عايزين نشتغل، وفروا لنا شغل واحنا نيجي. ففي ناس عايزه تشتغل وفي ناس عايزه عفوا تقعد على المقاهي وعلى الكافيهات. بالظبط. ما هو للاسف ان الشباب اللي هو المستهتر للاسف. فالقياده السياسيه والقياده التنفيذيه ممثله في معالي الوزير استاذ محمد سعفان
وطبعا فريق او كتيبه العمل اللي موجوده في الوزاره، وطبعا محافظ الشرقيه بكتيبه العمل برضو اللي موجوده داخل المحافظه يسروا لنا الموضوع، وبناء عليه تم الاعلان عن ملتقى التوظيف الاول المقام على ارض بلبيس يوم السبت الموافق 29 فبراير بقاعه ليلتي الساعه 9 صباحا. هيتم ان شاء الله ان احنا هنروح هنبعت باصات لنقل وزاره الموظفين الاتش ار اللي جايين من خلال التواصل مع وزاره القوى العامله بدعوه من وزاره القوى العامله انهم يجوا يحضروا الملتقى هنا ويوفروا فرص العمل للشباب. انا كل دوري ان انا هوفر لهم الانتقالات، المكان، الدعايه، يعني التواصل. تمام. احنا اللي اتحركنا علشان الحاجه دي تتعمل، المبادره الجميله دي انها تتنفذ على ارض الواقع. تمام، حاجه جميله جدا والله. طب وهل يا فندم لما يحصل اللقاء ان شاء الله مع الشباب، هل هيتم اختيار الشباب وهل هيتم بالفعل تعيينهم على طول ولا هيبقى برضه في وقت وروتين؟ طبعا لان دي كانت اول مره تحصل على ارض بلبيس، وبصراحه انا كمان ما عنديش خبره في الموضوع ده. حضرت كذا ملتقى. تمام. تحت رعايه وزاره القوى العامله عشان اعرف التنظيم. انا كان يهمني الحشد والتنظيم. تمام. تواصلنا هناك ورحنا وشفنا الجمال اللي هم بيقوموا بيه. اللي بيحصل ان موظف الاتش ار بيجي عن طريق طبعا وزاره القوى العامله، بيجي بابليكيشن. بيبتدي الموظف اللي جاي علشان يشتغل يملى الابليكيشن ده ببياناته. انا ما اقدرش اقول ايه هي مصوغات التعيين، طبعا هي معروفه في كل مكان، فيش وتشبيه وشهاده الجيش وشهاده المؤهل بتاعه شهاده الجيش والكلام ده. بالظبط طبيعي. انا دلوقتي عشان اقول له روح هات لي شهاده الجيش، يبقى هو هيتكفل وهيتكلف اعباء شهاده الجيش. طب هات لي شهاده ميلاد كمبيوتر، هيروح يطلعها لي بفلوس. هيروح هات لي مش عارف ايه. انا ايه اللي اعمل لي فيش وتشبيه باسم ايه؟ انا ما اعرفش الشركه او المكان اللي هو هيتقبل الوظيفه فيه. تمام. فكل المطلوب من اللي عايز يشتغل او طالب الوظيفه ان هو هيجي لي بصوره البطاقه، اذا كان معاه مؤهل صوره المؤهل بس. تمام. ما يجيبش اي اوراق ثانيه. موظف الاتش ار بعد ما هيمضي الابلكيشن وياكد له وهو قاعد، مش لسه هيفكر اذا كان ده يتقبل ولا لا، هياكد له وهو قاعد انت تمام. خلاص مقبول عندنا، موظف عندنا بوظيفه كذا ومرتبك كذا، وهيوضح له كل حاجه وكل الصوره قدامه. هتشتغل في ايه؟ هتقبض كام؟ مواعيد العمل. طبعا احنا بنسعى او وزاره القوى العامله بتسعى انها تكون متفقه او متضامنه مع الشركات والمصانع والهيئات والمؤسسات اللي بتضمن للموظف تامين اجتماعي. تمام. اولا تعيين، مش يوميه، تعيين يعني تمام. في مصوغات تعيين، تامين اجتماعي، حوافز، تامين صحي، راتب ثابت لو في انتقالات، لو هو المكان بعيد في انتقالات، لو تمام. في وجبات، لو في اقامه، يعني اللي جاي من المنيا ده اكيد لو اشتغل في مكان هيبقى له اقامه. اكيد طبيعي طبعا. ده مجهود اللي بتقوم بيه وزاره القوى العامله، انها تتعاقد مع شركات ومؤسسات وهيئات بتوفر حياه كريمه للمواطن، لان في شركات كتير جدا بتبعت لنا كجهه اعلاميه اعلني الاعلان ده عني، وبعد كده بنيجي نتواصل بنلاقيه رقم فيك، بنلاقي شركه ملهاش علاقه بالتوظيف اصلا، ده هي شركه عايزه تاخد تجمع استمارات وتدفع عن كل استماره بتملاها فلوس، او بتطلع في الاخر ان هو مكتب تشغيل اللي هو بياخد مقابل، بياخد نسبه بياخد نسبه فلوس، بيعمل فلوس الهدف منها يعني. فطبعا احنا بعيد تماما عن الموضوع ده، والموضوع كله جاي عن طريق وزاره القوى العامله، فالثقه الكامله في وزاره القوى العامله وفي القياده السياسيه والتنفيذيه الموجوده في البلد، لان اختيار الوزير ده بناء عن القياده الحاكمه وهي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمش معقوله يعني هيندرج اسمهم تحت استماره ب 10 و20 جنيه والكلام اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا. اكيد طبعا يا فندم، اكيد. وطبعا حضرتك اصلا طب نقول ايه بقى للشباب اللي هي بقى بسبب فعلا اللي انت قلتيه حضرتك، الشركات اللي هي الوهميه اللي بتبيع الوهم للناس، الشباب بقى عندهم دلوقتي قله الثقه، يعني هم حاسين ان الملتقى ده من باب الدعايه مش اكتر، ولكن حقائق مفيش، واللي متعين خلاص. عفوا، دعايه لمين؟ هل وزاره القوى العامله اللي بتعمل ملتقيات يوميا في جميع المحافظات وجميع المراكز منتظره دعايه مننا؟ دي رقم واحد. احنا اللي منتظرين عمل يحصل في بلبيس. تمام. لكن هم شغالين بينا من غيرنا شغالين، ده بالنسبه للوزاره. دعايه لمين؟
لينا احنا شخصيا. طب ما احنا الحمد لله لينا برنامج اسبوعي، لينا قناه بنظهر عليها، دعايه كايه؟ تمام. مثلا ومفيش لم فلوس، ومفيش لم فلوس عشان نقول مثلا الناس تبقى فاهمه يعني. خلينا ناخد نقطه نقطه. يعني يقول لك مثلا اهداف سياسيه او حزبيه، انا لا انتمي لاي حزب، وانا بعلنها اهو مره واثنين وثلاثه، لا انتمي لاي حزب حتى الان. اهداف سياسيه دي بالنسبه للاهداف الحزبيه، اهداف سياسيه احنا بنشتغل، ده عمل تطوعي. ايه علاقه السياسه بالعمل التطوعي؟ لو كل الناس هتشتغل سياسه بالطريقه دي، اشتغلوا كلكم، احنا نسعد بحاجه زي كده. يا ريت كل الشباب يشتغل بالطريقه عشان دي، نرقى بالبلد فعلا، عشان نرقى بالبلد لو هي دي الطريقه السياسيه. فاحنا بعيد عن الاهداف السياسيه والاهداف الحزبيه. بالنسبه لجمع الفلوس، حضرتك الموضوع يعني الملتقى كله يعني احنا اللي دافعينه، احنا اللي متكلفين بيه، سواء يعني اقول ايه، انا مش فاهمه. هي زي صوره تبرعات من اللي هم المقربين بتوعه، ولا مفيش تبرعات؟ احنا يعني مش جهه علشان نجمع تبرعات. انا لا مؤسسه ولا انا جمعيه ولا انا رجل اعمال تمام ولا انا سيده اعمال ولا حزب بيصرف ولا لا، ما عندناش الموضوع ده. لكن اعلنت على صفحتي الاعلاميه دينا الطواب ممنوع اي حد يدفع جنيه. تعالى كده حضرتك فاضي مش معاه غير صوره البطاقه بتاعتك، شكرا على كده. اي حد ممكن يندس بينا ويقول تعالى امضي لك الاستماره دي بجنيه واحد، استاذنك لو سمحت، انا بعلن اهو، لو سمحت اتواصل معانا في ساعتها، مش تستنى لما تروح وتقول فلان اخذ مني. لا، مش هسمح بكده، لان انت لو عملت كده انا عفوا مش هصدق. لا، في ساعتها انا موجوده، الاستاذ كمال موجود، احنا معانا فريقه عمل كامل. مبادره بكره احلى بكم، احنا مش 1 ولا 2 ولا 10 ولا 20، احنا بسم الله ما شاء الله جايين لنا من ممثل من كل عزبه، بما اننا 50 قريه 366 تابع، احنا عندنا ناس كتير جدا بتحاول انها تتواصل معانا في الخير وتقول لنا انا عايزه امد ايدي معاكم، انا عايزه اشترك معاكم. تمام. عشان يظهر الملتقى ده في ابهى صوره وفي احسن صوره. ليه؟ لان ده شكل بلبيس كلها. ده مش شكل دينا وكمال. لا ده بيتكلم ولا شكل بكره احلى مع دينا، ولا شكل بكره احلى بكم، ده شكل مركز بلبيس كامل. انا بعد كده لما اجي اعمل اي مبادره واقول على ارض بلبيس، هلاقي القيادات تتضامن معايا وتشجعني وتقول لي صح احنا عملنا بلبيس وكانت المبادره ناجحه. لا والله، ده انت عملتي مبادره بلبيس وكانت سيئه جدا وكان الاستقبال وحش والناس مش احنا مش عايزين كده. احنا مش بنتكلم عن فرد يا جماعه، اكيد طبيعي، احنا بنتكلم عن بلد، عن دوله. انا بتكلم باسم بلبيس، المكان اللي انا فيه. لا تمام سيادتك. طب يا فندم بقى، يعني فرصه واحنا مع حضرتك عاوزين نعرف ايه الاعمال التانية حضرتك اللي ممكن قايمه بيها، الاعمال الخيريه. احنا عندنا في كل شهر مفاجاه مش هنعلن عنها غير لما خلاص احس انها هتتنفذ. بالنسبه بقى للاعمال الخيريه والاعمال اللي احنا شغالين فيها بقالنا 3 سنين، اكتر حاجه بيتكلم عنها هو الاستاذ كمال. اهلا وسهلا استاذ كمال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا باشا. فعاوزين نعرف يا فندم ايه الاعمال اللي انتم لا انا بس، هي استاذه دينا يمكن ما بتحبش تتكلم عن نفسها وفوتت حاجات كتيره جدا. انا عايز اقول انها بقالها مش اقل من 4 شهور 5 بتجري ورا هذا الملتقى، هنا وهنا وهنا وهنا. ولو رجعت الاسبوع ده كل يوم في الوزاره. تمام. كل يوم في الوزاره ليه؟ عايزه تجذب اكبر الشركات الموجوده في مصر انها تيجي بلبيس علشان خاطر اهالي بلبيس. يمكن هي كل اللي بتعمله انها بتسجل دخول الوزاره، مش اكتر ولا اقل، على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يعرفوا هي سايبه شغلها وسايبه بيتها وليل ونهار في الوزاره دي؟ لا للاسف ما يعرفوش. عاوزين نعرف علشان علشان اخواتنا واولادنا واهالينا وكده. هي كانت مشكلتها بدايه فكره الملتقى التوظيفي دي جت ازاي؟ هي في مره بتتفرج على السيد الرئيس، فكان السيد الرئيس قال ان لازم المجتمعات المدنيه والناس لازم كله يشارك في بناء هذا الوطن. فمن هنا جات لها الفكره، قالت لي طب انا عايزه اعمل ملتقى توظيفي، انا عايزه اشوف، انا بشوف ناس شباب بيقولوا احنا مش لاقيين شغل من خلال تحركاتي في المواصلات. تمام. فقلت لها والله قدام منك الوزاره، احسن حاجه تعمليها قدام منك جمعيه رجال المستثمرين في العاشر من رمضان. قالت لي لا، انا علشان يبقى في ثقه
وفي توعيه وفي تحمل المسؤوليه، يبقى انا هلجا لوزاره القوى العامله. ومن هنا لجأت لوزاره القوى العامله، وبقى لها 4 شهور 5 بتجري ورا هذا الملتقى. هذا الملتقى هي عامله لجنه متابعه تمام ما بعد الملتقى. بالظبط كده. يعني ما يبقاش برئاستها هي. تمام. انها تتابع نتاكد ما بين كل الناس اللي قدمت وما بين وزاره القوى العامله. واحنا من هنا ومن خلال حضرتك ومن خلال قناه حضرتك بنقول ان اي حد هيقدم في هذا الملتقى ولم يتم تشغيله يتواصل مع الاستاذه دينا الطواب او معي. تمام. علشان يبقى في ارقامنا شفافيه. متاحه في كل مكان. ارقامنا متاحه في كل مكان. تمام يا فندم. هنخرج من الملتقى ونيجي. هي بقى لها 3 سنين شغاله على قوافل طبيه، وما وقفتش القوافل الطبيه الا احتراما لمبادره السيد الرئيس لما طلع 100 مليون صحه. بقى لها 3 سنين بتجيب كسوه شتاء دافئ من بطاطين لملابس. كل سنه بتعمل حفل تدشين اللي بعض الناس هاجموها. بكن لهم كل تقدير واحترام انهم هاجمونا او هاجموها بالتحديد. وبقولها تاني بشكرهم على انهم هاجموها، لانها الهجوم ده كان دافع قوي. بالظبط. ايوه. انها تعمل الملتقى التوظيفي كان دافع قوي انها تحط خطه عمل 2021 لنفسها، انها كل شهر هيكون في مفاجاه لاهالي بلبيس. ان شاء الله يا فندم. كل شهر او كل شهرين 3 هيكون في وزاره جديده بتتحرك في بلبيس. تمام. حاجه عظيمه جدا فعلا. من خلال الاستاذه دينا ان شاء الله باذن الله. فهي حطت خطه عمل من خلال الهجوم ده، فقلنا هم يهاجموا واحنا نشتغل. بالظبط. وده حاجه جميله جدا بصراحه، ورب التوفيق يا ربي للاستاذه دينا على المجهودات المبذوله ديت طبعا. وكان لازم الناس تعرف فعلا المجهودات اللي انت حضرتك بتعمليها، ودايما في تقدم ان شاء الله يا فندم وفي ازدهار. ونشوف دايما بقى، ورجائي بقى يعني ايه يبقى مع المفاجآت يبقى حصري للقناه بتاعتنا ان شاء الله. ده شرف لينا طبعا. ربنا يعز حضرتك يا فندم. في مفاجاه كبيره في شهر 3 برضو، وبرضو ما اتعملتش في بلبيس ان شاء الله. نمسك بقى ولما نيجي لشهر 3 ونخلص المفاجاه دي نعلن على بتاعه 4. ما تدونا حاجه حصري كده للقناه بتاعتنا تنوهوا لنا عنها. هي بالذات ما بتحبش تتكلم الا لما بيكون حاجه في ايدها. يا فندم انا بقول لحضرتك بقى لها 4 شهور تجري ورا هذا الملتقى، وما اعلنتش عنه الا لما جه استاذ جمال مرسي عشان يعين المكان. ربنا يوفق يا فندم ان شاء الله، وبالتوفيق دايما ان شاء الله يا فندم. ومن تقدم لتقدم ان شاء الله يا استاذ. متشكرين جدا ومتشكرين على جدا دعوه حضرتك يا فندم. انا اللي بشكركم على عملكم فعلا بتحاولوا الاعمال الناجحه، لاني انا قلتها قبل كده وبرضه بكررها تاني من خلال برنامج حضرتك. زي ما بنجري ورا الاشاعات وزي ما بنجري وننشر ونشير الحوادث الحاجات السلبيه اللي موجوده في المجتمع، لا برضه بلدنا فيها حاجات حلوه كتير، بلدنا فيها حاجات جميله كتير. في ناس بتشتغل بجد، في ناس بتشتغل عمل تطوعي لله فقط، في ناس بتحاول ان هي تساعد غيرها علشان تزرع الخير وتحصد الخير ده ليها ولغيرها. فانا بتمنى ان زي ما بنشير السلبيات والحوادث نشير برضه الحاجات الكويسه، نقول بكره احلى. وهدي حضرتك سبت سبت يمكن هي ما اعلنتش عنه عشان يكون موثق ويكون شاهد علينا. خلصت ان شاء الله باذن الله التلفزيون المصري جاي يغطي هذا الملتقى. التلفزيون المصري بالقناه الاولى جاي يغطي هذا الملتقى ان شاء الله يا فندم، وبالتوفيق ان شاء الله يا فندم. بشكر من خلال برنامج حضرتك كل الناس اللي انتقدتنا قبل كده او هاجمتنا قبل كده، ولما عرفت الحقيقه جت ومدت ايديها لينا وقالت احنا عايزين نكون معاكم واحنا داعي ليكم. انا بشكركم جدا، واتمنى كل اهالي بلبيس يتكاتفوا على قلب رجل واحد وعلى عمل الخير. شكرا جدا.